الكرة الأفريقية بقت المغرب وشوية تفصيل، لكن فيستون مايلي بياخد الأفضل داخل أفريقيا. وشفنا طبعا أسطورة نادي الزمالك شيكابالا بيسلم الجايزة لفيستون مايلي. بالنسبة لي شيكابالا أسطورة، مش لنادي الزمالك بس، أسطورة في الكرة المصرية. ولما لعب مع النادي الإسماعيلي سنة عمل موسم جبار وكسب حب النادي الإسماعيلي وكسب حب جماهير النادي الإسماعيلي. فالاهلاويه بيقول لك ايه، شيكابالا ما خدش بطوله افريقيا فازاي يروح يسلم جايزه زي دي؟ انا عايز اقول لك على حاجه، هو شيكابالا ممكن ما يكونش خد بطوله افريقيا، لكن اخد بطولات كتير مع نادي الزمالك، وبالنسبه لنادي الزمالك هو من اساطير نادي الزمالك. كمان الراجل كسب حب جماهير نادي الزمالك من سنين، وكسب حب جماهير النادي الاسماعيلي، واسطوره من اساطير الكره المصريه من وجهه نظري. وبالنسبه لي هو من امهر اللعيبه اللي شفتها في حقيقة يعني بيلعب كوره. زي عمر جمال مثلا في الاسماعيلي او محمود عبد الحكيم في المصري. فبالنسبه لي شيكابالا من امهر اللعيبه، وبالنسبه لي شيكابالا فعلا اسطوره نادي الزمالك، وكمان اسطوره في الكره المصريه. فما حدش يطلع يتكلم يا جماعه اللي هو ده مش اسطوره، ده ما خدش بطولة افريقيا. انت مالكش دعوة هو اخد بطولة افريقيا ولا لا، بس هو اخد بطولات كتير مع نادي الزمالك، وبالنسبة لنادي الزمالك هو من اساطير نادي الزمالك. والناس لو مش شايفاه اسطوره مش هيخلوه يقف الوقفه دي ويسلم جايزه زي دي لفيستون مايلي ويكون موجود في وسط الاساطير اللي انت شفتها امبارح.